السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف يا رب. مرحبا بكم عندي كاملين في قناتي وقناتكم شيوات لطيفة ام رقية. ان شاء الله دائما مع الجديد. اليوم جيتكم بواحد التورته بارده بالفواكه، صراحه كتجي خطيره في المذاق، كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوه حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. وما تنساونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمر ونعطيكم كل جديد. وما تنسونيش من التعليقات الزوينه ديالكم بحالكم ان شاء الله، وتشاركوا لي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده وتكبر العائله ديالنا. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا في واحد البول قبصه ديال الملح، قشره ديال البرتقال، جوج الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. عندي كذلك كيس ديال الفاني. كنحتاج كذلك نص كاس عنبه ديال السكر حبيبات. دابا غنحاول نخلط المكونات مزيان، ضروري تخفقوا داك البيض مع المكونات حتى كيرجع اللون ديالهم فاتح. هنا بعد ما خفقت البيض غنضيف نص كاس عنبه ديال الزيت. دائما الكاس باش عبرته هو باش كتاخذوا العبار كامل ديال المكونات. هنا بالنسبه للزيت بقيت كنضيف فيها وانا كنحرك او انا كنخلط داك الخليط. من بعد كنضيف نص كاس عنبه ديال الحليب. هنايا ضروري الحليب يكون دافئ شويه. كنحتاج كذلك جوج معالق كبار ديال هذا الشكلاط نيسكوي، داك اللي كنديروا للدراري في الحليب. انا ما كانش عندي بودره الكاكاو، ولكن صراحه حتى هذا نيسكوي كيجي رائع في الكيك، كيكونوا هشاش وكيجي المذاق ديالو رائع. عندي هنايا كذلك كاس عنبه ديال الدقيق الفرص، وغنضيف جوج اكياس من خميره الحلويات او البيكن باودر، ضروري نغربلوهم. صافي هنايا غنخلط الكل مزيان مزيان بهذه الطريقه. وغتشوفوا معايا يعني الى باقي خاصني الدقيق راني غنزيدو. نتوما تلاحظوا معايا الى جاني الخليط خفيف، حيت في هذه اللحظه جاني شويه الخليط خفيف، غير شويه ماشي بزاف. وغتشوفوا معايا شحال من الدقيق باقي زدت. المهم الخليط ما كيكونش خفيف بزاف وفي نفس الوقت ما كيكونش ثقيل. هانتوما هنايا كنقيس في داك الخليط كيجيني شويه خفيف، يعني جاني شويه خفيف. هنايا في هذه اللحظه راني غنزيد شويه ديال الدقيق، وهانتوما تشوفوا معايا القياس اللي زدت باقي. هانتوما هنايا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، يعني تقريبا الكاس ديال العنبه يكون عامر ديال الدقيق اللي هزت ليا هاد الكيكه او الجينواز. هانتوما هذا هو القوام المتحصل عليه، ماشي خفيف وماشي ثقيل في نفس الوقت. صافي هنا خديت واحد المول اللي غندير فيه الكيكه ديالي او الجينواز، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. فرغت فيه الخليط ديالي، ضروري كتهزوا يدكم من الفوق. صافي غنفرغ فيه الخليط مزيان. صافي هنايا بعد ما فرغت الخليط ديالي غنحاول نقادو. غندخلها الفران يكون بارد، كنشعل العافيه غير لتحت 180 درجه حتى كطيب وتحمر من التحت، عاد نشعل عليها شويه الفوق ونحيدها. هانتوما هنايا بعد ما حيدتها سمحوا لي عندي واحد الجهه هابطه ليا شويه حيت عندي واحد الفران، واحد الجهه طالعه وواحد الجهه هابطه، غير سمحوا لي على داك العطب. صافي من بعد هنايا ملي طابت ليا الكيكه هي سخونه وخديت داك الحليب يكون بارد، خلطت معاه نص كاس عنبه ديال الحليب، خلطت معاه معلقه كبيره ديال النسكوي او ديال داك الشكلاط اللي كنديروا للدراري في الحليب. خلطهم وحاولت نسقي به داك الجينواز. صافي وخليته على جانب يتشرب ليا. بالنسبه للكريمه عندي هنايا 3 المعالق كبار ديال المايزينا، درتهم في واحد الكاسرول. درت معاهم السكر على حسب الذوق. انا درت هنايا 3 المعالق ديال السكر. درت كذلك ساشي فاني للتنسيم. وكنحتاج كذلك نصف لتر من الحليب مع كاس عنبه ديال الحليب، يعني نص لتر مع كاس ديال العنبه. في الاول خويت غير شويه باش نخلط داك المايزينا مع المكونات مزيان حتى كنتاكد ان الخليط تخلط ليا ما يكونوش دوك الحبيبات ديال المايزينا. عاد كنفرغ باقي الحليب. صافي كنخلط الكل مزيان وغنرجعو فوق النار مع التحريك المستمر، ضروري عافيه تكون متوسطه، التحريك المستمر حتى كتبدا ديك الكريمه ديالكم تعقد. هانتوما هنايا بعد ما بدات كتعقد ليا، ضروري التحرك المستمر باش ما تلصقش ليكم الكريمه وتحرق. صافي هنا بعد ما عقدت ليا كنكبها مباشره فوق من الجينواز ديالي بهذه الطريقه.
كتحاولوا توزعوها مزيان مزيان فوق داك الجينواز. صافي هنا بعد ما فرغت الكريمه ديالي فوق الجينواز غنحاول هنايا نقادها مزيان بهذه الطريقه. صافي هنا نحاول نخبط بها شويه باش تقاد ليا مزيان. صافي غنخليها في واحد المكان يكون يعني هكا دافئ، نخليها حتى كتدفى ليا ديك الكريمه، عاد كندخلها تبرد، ما تدخلوهاش وهي سخونه للثلاجه. صافي هنايا بعد ما دخلتها بردت ليا، خديت هنايا الطبقه الثالثه اللي هي عباره عن الفواكه. هنايا غديروا اي فواكه عندكم. انا عندي هذا البرقوق، عندي الكيوي، عندي الموز، عندي كذلك هذاك البعويد، وعندي التفاح. ممكن تستعملوا اي فواكه متوفره عندكم، ممكن ديروا الكاكي، ممكن ديروا كذلك الفريز. المهم بالنسبه هنا في هذه الطبقه غديروا اي فاكهه عندكم، ممكن ديروا غير الموز مع التفاح، ماشي ضروري يكونوا الفواكه كاملين. صراحه هذه التورته كتجي خطيره. المذاق ديال الفواكه مع دوك الكريمات كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، حيث فعلا كتستحق التجربه وكتجي رائعه. صافي هنا نحاول نبقى نستف داك الفواكه، كل زعما صف هكا ندير فيه واحد النوع ديال الفواكه. صافي هانتوما، وكل ما كتكون هاد الطبقه مشكله بالفواكه كل ما كيجي المنظر ديالها رائع. صافي هنا بعد ما استفت داك الفواكه فوق الكريمه ديالي او فوق التورته، غنوجد معكم هنا الطبقه الاخيره اللي فيها معلقه كبيره ديال المايزينا، فيها كذلك السكر على حسب الذوق. انا هنا درت 3 المعالق ديال السكر، معالق كبار. كندير كذلك 2 اكياس من الفلون بالنكهه ديال الفاني، ممكن تستعملوا هذا الفلون بالنكهه ديال الفاني. ممكن كذلك تستعملوا داك الفلون ديال الدرهم كما كيقولوا ليه ديال الشينوا، لكم الاختيار. صافي وهنايا كندير كذلك كاس علبه ونص ديال الماء، وممكن كذلك تعوضوا داك الماء بعصير البرتقال. انا هنايا استعملت غير الماء. صراحه حتى عصير البرتقال كيجي في هذه التورته كيجي رائع. انا هنايا استعملت غير الماء كما قلت لكم، ولكن حتى يعني بالماء كتجي خطيره وكتجي لذيذه. صافي هنايا خلطت الكل مزيان، درته فوق النار مع التحريك المستمر، ضروري التحريك المستمر حتى كتبدا ديك الكريمه تعقد. هانتوما بعد ما بدات كتعقد، حيت درنا فيها غير معلقه كبيره ديال النشا. صافي هنا بعد ما عقدت ليا الكريمه غنحاول نوزعها فوق داك الفواكه بهذه الطريقه. كتحاولوا داك الفواكه كامل تغطى بديك الطبقه ديال الكريمه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. صافي هنايا بعد ما فرغت ديك الكريمه فوق الفواكه كنحاول نوزعها مزيان فوق داك الفواكه. خاص داك الفواكه كامل تغطى، ضروري تغطى، ما تبانش شي جهه يعني مغطيه وجهه اخرى لا، ضروري تغطى مزيان. هانتوما نقادها مزيان. هانتوما هنايا بعد ما قديتها صافي غنخليها تدفى شويه وندخلها الثلاجه تبرد وتشد راسها مزيان. هنايا في هذه اللحظه راني دخلتها الثلاجه، يعني شدات راسها بردات. صراحه كتجي خطيره، كيجي المذاق ديالها رائع. كنتمنى تجربوها حيت فعلا كتستحق التجربه وكتجي رائعه. انتم هنايا راني غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كيجي. صراحه هاد التورته خطيره خطيره، المذاق ديالها رائع. ضروري تجربوها حيت فعلا كتستحق التجربه وكتجي لذيذه. ديك الكريمه مع داك الفواكه وديك الكريمه ديال الفون، صراحه شي حاجه واو، شي حاجه رائعه. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها حيت فعلا كتجي لذيذه بزاف. هانتوما بالنسبه للطبقه ديال الجينواز كتجي باينه، وكذلك الطبقه ديال الكريمه د المايزينا وطبقه ديال الفواكه مع الفلون. صراحه شي حاجه رائعه، جربوها وردوا عليا، فعلا كتستحق التجربه وكتجي رائعه. وكما كتعرفوا الاخوات يعني رمضان على الابواب، وكنحتاجوا بحال هاد لي طاخت او تحليات للسحور او كذلك الفطور. صراحه شي حاجه رائعه، غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله، وغادي تعجب حتى وليداتكم وحتى الضياف ديالكم ان شاء الله يا ربي. ايوا غنقول لكم تهلاو في راسكم، وكذلك ما تنسونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمر ونعطيكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم باش تعاونوا الفيديو يطلع في المشاهده. الله يعطيكم الخير، اي وحده كتشجعني بغيت ربي يفرحها ويسهل عليها يا ربي. ايوا نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.